ماشي. رؤى، نعم. لخصي لها رؤى القصه الحزينه دي يا رؤى. لخصها لي. أنهي قصة؟ قصه السوائل والغازات والحاجات دي. انا عايزك تتكلمي كده، معاك المايك، يلا اتكلمي يا رؤى. تمام. اتكلمي على الانتشار وال والانسياب. الانتشار والانسياب. تمام. هو في الانتشار أكتر مادة بتنتشر فيها هي المادة الغازية. حلو. المادة الصلبة بتنتشر فيها بطيء. حلو ماشي. يبقى المادة ده السائلة للاسف. بتنتشر فيها متوسط السرعة. ماشي. ده بالنسبه للانتشار، وقلنا ايه معنى الانتشار اصلا؟ ان هو حركه جزيئات الماده دي من منطقه ذات تركيز مرتفع الى منطقه إذا ذات. منطقة أخرى بيكون تركيزها فيها منخفض. طب انا هديكم مثال على الانتشار في النبات. مم. عارفين النبات بيمتص الاملاح ازاي من التربه؟ خاصيه الانتشار. ازاي يا استاذ ازاي؟ لان تركيز الاملاح في التربه عالي، وتركيز الاملاح جوه جذر النبات، جوه جذور النبات قليله. فالاملاح بتتنقل من المنطقه ذات التركيز العالي اللي هو في التربه لداخل النبات لمنطقه ذات تركيز اقل. خلاص، يبقى الانتشار ده موجود اصلا في حياتنا كتير اصلا. خلاص، زي الحراره كده، لو انت عندك لمست جسم سخن الجسم بارد، الجسم السخن هو اللي هيدي الحراره للجسم الايه؟ بارد. صح كده؟ عبد الرحمن، أيوة صح. سامعني؟ حل لي عبد الرحمن رقم واحد دي. تمام. تشابه المواد الصلبة مع المواد السائلة في ثبات الحجم. ماشي يلا رأى. تمام. زيادة حجم الكرة عند نفخها بالهواء، يعني أن الهواء يشغل حيزا. صح. يلا عبودة ثلاثة. الجدول يوضح تصنيف بعض المواد. مم. يلا. المجموعة الأولى بخار وهواء. المجموعة الثانية طيب، نادى قطرات المطر. مجموعة تالتة حديد وثلج. قسمتها ثلاث مجموعات حسب ايه؟ آه، ح- حالاتها الفيزيائية. حالات فيزيائية صح. يعني دي كده صب، ده سائل، ده غاز. لا ده انا لخبطت، بدلت، ده صب، ده سائل، وده غاز. بحسب الحالة الفيزيائية. أربعة يا رؤى. تمام. إناء فارغ مغلق حجمه 250 سنتيمتر مكعب، سحب منه 40 سنتيمتر مكعب من الهواء الموجود فيه. ما حجم الهواء المتبقي منه؟ فكر يا سحب رؤى. منه. ادي اناء مقفول اهو، قدرنا بطريقة ما نسحبه كمية هواء من الإناء ده. تمام. حجم الهواء المتبقي إيه؟ هيقل ولا هيفضل زي ما هو ولا هيزيد ولا؟ هيقل، هتبقى 250 سنتيمتر مكعب ناقص 40 سنتيمتر مكعب، هتبقى 210 سنتيمتر مكعب. ده كده. أيوه. أنت رأيك يا عبود؟ وأنا كنت أقول 250 سنتيمتر مكعب، لأن هو برضه هيبقى فيه برضه جوه الهواء. هيبقى نفس الحجم يا رؤى، حتى لو قللنا الحجم يبقى أنا لو حسبت حجم الهواء المتبقي برضه هيبقى نفس الحجم، لأن الهواء اللي فاضل هيملى حجم الإيه؟ الإناء كله. يعني أنا مثلا لو سألتك سؤال دلوقتي يا رؤى، أدي إناء مليان هواء كله، تمام. لو أنا سحبت منه كمية هواء، هل الحتة دي هتفضل فاضية؟ هتنتشر فيه هواء. لا، يعني جزيئات الهواء اللي موجوده هنا هتنتشر لغايه اما تاخد الحجم بالكامل، حتى لو سحبت منه هواء. فاهماني؟ يبقى حجم الهواء برضه هيفضل زي ما هو، 250. تمام. ماشي الكلام؟ طيب. طب قولي رقم واحد يلا. تمام. اذكر خاصيتين تشترك فيهما كل المواد. خاصيتين تشترك فيهم كل المواد. اي ماده تشترك في ايه؟ الماده هي لها ايه وايه؟ اي ماده لها كتلة واتجاه حازم من الفراغ. كتله وحجم. يبقى الخاصيتين المشتركه في كل المواد ان كلها لها كتله وحجم. طيب،
عبد الرحمن. تمام. اذكر خاصية تتفق فيها المواد السائلة مع المواد الغازية تختلف فيها عن المواد الصلبة. ماشي. المواد السائلة مع المواد الغازية اللي قابلية للانسياب. السائل والغاز لهما قابلية للانسياب، يبقى قابليتهم للانسياب. طب مختلفين عن المادة الصلبة طبعا. المادة الصلبة غير قابلة للانسياب. كل ما له كتلة واشغل حيز، ايه رأيك؟ دي المادة. جميل. يلا يا عبد الرحمن. المادة اللي ليها تاخد شكل إناء. لا، المواد. هنقول المواقع، ولا هقول سوائل ولا هقول غازات، انا بقول المواقع الاثنين مع بعض. حركة الدقائق من منطقة أعلى تركيز لمنطقة أقل. دي الانتشار. الانتشار. قابلية المواقع للتدفق. الانسياب. جدع على العبود. طيب السؤالين علل دول هيبينوا بقى إن أنتوا فهمتوا كويس. ليه عبير الزهور، الريحة بتاعت الزهور دي بنشمها في النهار أكتر من الليل؟ يعني أنت لو ماشي جنب جنينة تشم ريحة الورد ده أكتر في النهار. انا حاسة ان ليها حلين. ليه علاقة بالانتشار. ايوه. قولي بقى كده. ان رائحة الزهور بتختلط مع الهواء وبتنتشر. هي بتنتشر من جزيئات الهواء، بس انتشارها اسرع وقت النهار. ليه؟ لان ايوه، عشان في الحراره. واحدة تانية الصبح درجة حرارته بتبقى اكتر من بالليل فبتنتشر اسرع. طب ما كل ده اجابه واحده اصلا، كل ده حاجه واحده، يبقى تقولي ايه؟ لانه بارتفاع درجه الحراره وقت النهار. درجه الحراره وقت النهار، إيه اللي يحصل؟ هتزداد سرعه ايه؟ انتشار مين؟ تزداد رائحة سرعه مع الهواء. انتشار رائحه الزهور. رائحه الزهور خلال الهواء. خلال الايه؟ الهواء. صح كده؟ قول يا عبد الرحمن. ايوه. تمام. اختلاف الزيت عن الهيدروجين في قابلية الانضغاط. مين فيهم بينضغط ومين لا؟ أيوة، الزيت. ها؟ هناخد الهيدروجين، بس الزيت ده مش هنضاف. ماشي. الزيت لا يقبل الانضغاط لأن له لأن حجم ثابت. حجم ثابت، بينما غاز الهيدروجين يقبل يعني الانضغاط لأن له حجم إيه؟ غير ثابت. طيب الكلام بقى اللي هنقوله ده دلوقتي كلام قديم برضه. خلاص. العلماء عشان يفهموا تركيب المادة، احنا قلنا المادة عبارة عن جسيمات. خلاص. فعملوا اسمه نموذج جسيمي للمادة. ايه النموذج الجسيمي؟ اهو الشكل اهو. ده نموذج الجسيمي للمادة. المادة الصلبة عبارة عن جسيمات متراصة مع بعض ومترابطة جدا. المادة السائلة الجسيمات متباعدة شوية والترابط أقل. الجسيمات الغازية الجسيمات في الحالة الغازية متباعدة جدا جدا ومفيش بينها ترابط أصلا. صح؟ أهي النظرية دي فسرت إيه؟ حاجتين: سلوك المادة وخصائصها. عشان ده بيجي سؤال أكمل. يبقى نظرية الجسيمات للمادة دي إن هو قال لك إن المادة دي عبارة عن جسيمات. دي فسرت لنا كام حاجة يا رؤى؟ حاجتين. سلوك المادة وخصائصها. يبقى النظرية الجسيمية دي المفروض نظرية الجسيمات تفسر سلوك وخصائص المادة. طيب السؤال بقى: هل جسيمات المادة الواحدة اللي هي الجسيمات دي مش احنا قلنا المادة عبارة عن جزيئات او الجسيمات دي، هل الجزيئات دي متماثلة ولا مختلفة؟ متماثلة. المادة عبارة عن جزيئات المادة متماثلة، متماثلة. كلها شبه بعض. طيب واتفقنا ان الجزيء ده عبارة عن ذرات، صح؟ الجزيء ده قال لك عبارة يا اما عن ذرة واحدة او عده ذرات مترابطه مع بعض بروابط كيميائيه. يبقى الجزيء ده يا اما جزيء ذره واحده. لو انت فاكر من السنه اللي فاتت، جزيء ذره واحده زي جزيء الماده الصلبه، زي جزيء الغاز الخامل. خلاص. جزيء بيتكون من عده ذرات زي جزيء الغازات النشطه. خلاص. يبقى جزيئات الماده عباره عن جزيئات احاديه او جزيئات عديده الذرات. خلاص. طب لو اكتر من ذره هيكون بينها ايه؟ روابط كيميائيه. بص كده بقى النظريه دي قالت ايه؟
كلام سهل برضه، ان الماده عباره عن جسيمات لا ترى بالعين المجرده. متفقين مع الكلام ده؟ ايوه. سهل، تمام. سهل جدا. واتفقنا ان جسيمات الماده الواحده متماثله. يعني لو انا عندي مثلا حديد او زي الطوبه اللي عندك دي، قطعه الحديد دي كل جسيماتها او كل جزيئاتها عباره عن جزيئات حديد متماثله، ولكنها تختلف من ماده الى. أخرى. اخرى. لو انا خدت جزيئات الحديد هتبقى شبه جزيئات النحاس؟ لا، مختلفه عن جزيئات النحاس، مختلفه عن جزيئات الذهب. لكن الجزيئات الماده الواحده متماثله. طب ثلاثه، قال لك الجزيئات دي ليها نوعين من الطاقه. قال لك الجزيئات دي تختزن طاقه وضع. فاكرين طاقه الوضع والحركه؟ اه. طب فكرني كده يا عبوده، ايه هي طاقه الوضع؟ طاقة الوضع. آه وأنا مش فاكر التعريف. ماشي، هي الطاقه المختزنه بسبب موضع الجسم. يعني طاقه الجسم موضوع في مكان معين وثابت، بيختزن طاقه بسبب موضعه، فبقول عليها طاقه وضع. طب الحركه؟ الحركة المكان اللي. هي الطاقه اللي بيكتسبها بسبب حركته. يبقى الجسم ده بيكتسب طاقه بسبب الحركه، بسميها طاقه حركه. الجسيمات نفس الكلام، الجسيمات جوه الماده ليها نوعين من الطاقه، يا اما عندها طاقه وضع يا عندها طاقه حركه. طب مم. طاقه الوضع اللي جوه الجسيمات دي بسبب ايه؟ قال لك بسبب قوه التجاذب. بسبب قوه. تجاذب. اه، يعني الجسيمات دي ماسكه في بعضها، فهي اللي بتسبب ثبات الجزيئات دي. انتوا معايا؟ حضرتك يا مستر. طيب، تمام. مين يقول لي بقى انه جسيمات عندها طاقه وضع اكبر؟ الجسيمات في الحاله الصلبه ولا في السائله ولا في الغازيه؟ الصلبة. عندها طاقة وضع يعني ساكنة، ما بتتحركش. الجسيمات في الحالة الصلبة. ليه يا رؤى؟ عشان جزيئاتها قلنا متماسكة. بس كده، طاقة الوضع السبب ليها التماسك. كل ما يزيد التماسك ما بين الجزيئات كل ما قدرتها على الحركة بتقل، لأن هي متماسكة جدا مع بعضها. طب السائل دي طاقة وضع مالها؟ بقول عليها ضعيفة طب لأن التماسك ضعيف. طب الغاز مفيش طاقة وضع. ما عندهاش طاقة وضع لأن التماسك أصلا منعدم، مفيش التماسك بين الجزيئات، يكاد إيه؟ يكون منعدم. طيب، أربعة، قال لك إن النظرية دي برضو قالت لك إن ما بين الجزيئات وبعضها في مسافات بينية. خلاص، مم. والمسافات دي بتختلف حسب الحالة الفيزيائية. يعني إيه؟ يعني لو كل ما يعني الصلب المسافات قليلة، في السائل أكبر، في الغاز أكبر. رقم خمسة، جسيمات المادة لها إيه؟ طاقة طاقة حركة. حركة. لأن إحنا قلنا قبل كده إن جزيئات أي مادة في حالة حركة مستمرة. حلو؟ طيب، لأنها تكون في حالة حركة مستمرة. طيب، تختلف طريقة حركة الجسيمات، طريقة الحركة دي وسرعتها باختلاف حالة المادة. مين يفسر لي الجملة 6 دي؟ طاقة الحركة وسرعة الجسيمات، جسيمات المادة دي بتتحرك بسرعة معينة وحركة معينة حسب حالة المادة. مين يفسرها لي؟ لو أنا عندي مادة عشان هي صلبة، الجسيمات الأخرى سرعتها إيه؟ صلبة. سرعة الجسيمات في الحالة الصلبة بطيئة. بطيئة. جدا، ما بتتحركش. والحركة بقول عليها حركة اهتزازية حول موضعها. يبقى الجسيمات في الحالة الصلبة بتهتز كده، حركتها محدودة، تهتز حول موضعها. طب لو سائل، مم. سرعة الجسيمات في السائل سريعة. طب الحركة حركة حرة. طب سرعة الجسيمات في الحالة الغازية آه سريعة جدا. خلاص، والحركة تبقى حرة تماما. بقول عليها حرة إيه؟ تماما. طريقة. خلاص، تتحرك بحرية. جسيمات الغاز دي محدش بيقول لها أنت رايحة فين. شايفين الستة دول؟ آه حد ممكن كده بعينيه يقراهم ويقول لي ثلاث أربع حاجات منهم، بس مش عايزين غش. تمام. خلاص، احنا قلنا المادة دي عبارة عن جسيمات لا ترى بالعين. مم. خلاص، جسيمات المادة الواحدة متماثلة ولكنها بتختلف من مادة لمادة.
والجسيمات دي بتختزن طاقة وضع بسبب التماسك، وليها طاقة حركة تتغير حسب حالة الايه المادة. تعرفي تقولي يا تمام. رؤى؟ قولي يا رؤى. تمام. سريع كده بس مش عايز غش يا رؤى، انا عارف ان انت حاضر. استيعابك سريع. تمام. تتكون المادة من جزيئات لا ترى بالعين المجردة. حلو، النظرية دي اسمها ايه يا جميل الأول بس؟ انت نعم. اسمها النظرية الجسيمية أو النموذج الجسيمي للمادة. ماشي. مم. تمام. كمل. وجزيئات مادة مم. متماثلة، هي بتختلف من مادة لأخرى، حلو. وبتختزن طاقة وضع بسبب التماسك. حلو. وهي واحدة. عندها طاقة حركة لأن هي في حالة بتختلف. حركة حلو، في حالة حركة مستمرة، وقلنا طاقة الحركة أو السرعة تختلف حسب إيه؟ الحالة الفيزيائية للمادة، تختلف حسب الحالة الفيزيائية للمادة. أسألك عبودة، قول لي، تمام. قول لي يا عبد الرحمن، النظرية الجسيمية دي أو النموذج الجسيمي ده فسر حاجتين، اختلاف في إيه؟ في سلوك في سلوك وخاصات. وجزيئات المادة، خصائص المادة. عشان دي بتيجي في أكمل تختلف، يبقى النظرية الجسيمية دي تفسر الاختلاف في سلوك وخصائص المادة. حلو، طب هو هيفسر لك بقى الكلام ده هنا، بص. قال لك قوة التجاذب بين الجسيمات قوية في الحالة الصلبة. خلاص. طب ايه النتيجة لكده؟ ان المادة دي لها شكل ثابت وغير قابلة للانسياب. يبقى انا لو قلت لك علل المادة الصلبة لها شكل ثابت، هتقول لي بسبب ايه؟ طيب. لأن قوة التجاذب بين الجسيمات قوية جدا، يبقى اللي بيحدد الشكل قوة التماسك، وبرضه اللي بيحدد قابلية الانسياب قوة التماسك. خلاص؟ طيب، المادة الصلبة لها حجم ايه؟ ثابت وغير قابلة للانسياب. تمام. طب حجمها ليه ثابت؟ قال لك لأن المسافات البينية بين جسيماتها إيه؟ صغيرة جدا. صغير. جدا. وقلنا المسافات البينية هي اللي بتحدد حجم المادة، صح كده؟ كل ما تزيد المسافات البينية كل ما يزيد حجم المادة. مش الحجم ده الحيز اللي المادة بتاخدها؟ صح ولا غلط؟ اه. يبقى اللي بيتحكم في حجم المادة هو المسافات البينية. طيب، طب الانتشار في المادة الصلبة ليه بطيء؟ لأنها بتهتز إيه؟ موضعها. دون الانتقال من إيه إلى مواضع أخرى. خلاص؟ يبقى انتشارها بطيء. طيب، لو انا قلت لك الماده الصلبه، انا عندي ثلاث تعليلات: صلب وسائل وغاز. قلنا الماده الصلبه لها شكل ثابت وحجم ثابت، صح كده؟ خلاص. طب السائل أيوة. حجم ثابت وشكل غير ثابت. شكل. طب الغاز حجم غير ثابت وشكل غير ثابت. حلو. طب لو انا قلت لك علل بقى، انا عندي هنا ثلاث تعليلات. لو انا قلت لك ليه الماده الصلبه لها شكل ثابت وحجم ثابت، يبقى لازم توصف لي التماسك والمسافات البينيه في كل حاله. يلا مين يقول لي اول سؤال هو متجاوب. المادة الصلبة ليها شكل ثابت وحجم ثابت لأن قوة التماسك مالها في الحالة الصلبة قوية جدا. طيب طيب. صغيرة جدا. حلو. طب حد يقول لي بقى ليه السائل ليه شكل غير ثابت لكن ليه حجم ثابت؟ عشان هو شكله بياخد شكل الإناء الحوي له، بس حجمه ما بيتغيرش. ما هو يا حبيبة قلبي، لأنه قابل. بيفسر ايه بقى؟ مين اللي بيفسر كده؟ المسافات وقوة التجاذب. لازم أنت تتكلمي عن المسافات البينية وقوة التجاذب. قوة التجاذب في الحالة السائلة ولا عليها قوة التجاذب ايه؟ هو التجاذب. ضعيفة. هي ضعيف. ضعيفة نسبيا. والمسافات البينية بقول عليها المسافات البينية كبيرة. كبيرة نسبيا. ايه. حلو. طب في حالة الغاز يا عبودة، قوة آه، قوة التجاذب بين الجسمين بتبقى بين ضعيفة. ضعيفة جدا جدا، أقول ضعيفة جدا. يبقى شبه منعدمة. ده في الغاز.
صح كده؟ تمام. التجاذب تقريبا شبه منعدم. طب والمسافات؟ كبيرة جدا. كبيرة جدا. عشان كده الايه؟ المادة الغازية ليس لها شكل ثابت ولا حجم ثابت. طيب، الكلام ده يا جماعة كلام سهل تهيألي، صح كده؟ اه. ها؟ طب أنا هسأل سؤال. أيوة. هسأل سؤال. ليه المادة السائلة غير قابلة للايه؟ للانضغاط؟ أيوة. لأن المسافات بين الجسيمات. لأن هو قالها لك. لأن هي ليها حجم ثابت. لأن لها حجم ثابت، والمسافات بين الجسيمات مالها؟ كبيرة ايه؟ كبيرة نسبيا. طيب، يلا علل. فكري كده يا رؤى انت وعبد الرحمن. الانتشار خلال المواد الصلبة بطيء، لا. صح؟ بينما الانتشار أيوة. خلال المواد الغازية سريع جدا. مين يقول لي ايه السبب؟ تمام. ليه بقى بتنتشر المادة خلال المادة الصلبة ببطء، لكن في الغاز تنتشر بسرعة؟ مين يعلم؟ تمام. هتقول يا عبد الرحمن؟ قول. اه. لأن قوة التجاذب بين الجسيمات في الحالة الصلبة قوية جدا. حلو. والمسافات، انا لازم نتكلم طالما في انتشار لازم نتكلم على المسافات. تمام. والمسافات البينية في الجسيمات صغيرة يبقى جدا. المسافات في الحالة الصلبة صغيرة جدا، يبقى المسافات صغيرة جدا. خلاص. طيب اوصف لي برضو حركة الجسيمات. آه، حركة جسيمات المادة اهتز- الصلبة حركة اهتزازية. اهتزازية، عشان كده الانتشار فيها بطيء. طب اتكلمي لي يا رؤى عن المادة الغازية. ليه الانتشار في المادة الغازية سريع جدا؟ عشان قوة التجاذب بين جسيمات بتكون ضعيفة جدا، حلو. والمسافة البينية بين الجسيمات بتكون كبيرة جدا أو شبه حلو. منعدمة. تمام، كبيرة جدا. طب والجزيئات حركتها عاملة ازاي؟ حركة عشوائية. حركة عشوائية في جميع الاتجاهات، وبقول عليها حركة حرة تماما. حلو. خلاص. طيب، عدينا دي. بصوا كده بقى. في عالم اسمه روبرت براون، ده اكتشف حاجة اسمها الحركة البراونية. ايه الحركة البراونية؟ هو كده بص، الراجل ده كان قاعد فاضي تقريبا ولا ايه؟ بص كده لقى حبوب اللقاح. عارفين حبوب اللقاح اللي هي ايه؟ ايه هي نبات. حبوب اللقاح يا رب؟ نبات. ازهار النبات بيطلع حبوب اللقاح، دي اللي بتساعد في تكاثر النبات، بتخلي عدد النباتات تزيد. خلاص، جوه الزهرة كده يبقى اي وردة او زهرة يبقى فيها كمية من حبوب اللقاح، دي اللي بيساعد في ايه؟ زيادة عدد النباتات او تكاثرها. هو بقى لاحظ حاجة، ان حبوب اللقاح الصغيره دي وهي متعلقه في الميه كده بتدور في الميه تطفو فوق الميه، قال لك ان هي بتتحرك حركه عشوائيه. ادي مثلا شويه ميه وفيها كده حبوب لقاح صغيره، قال لك ان حركتها في الميه حركه عشوائيه، تتحرك يمين وشمال في كل الاتجاهات. سمى حركه حبوب اللقاح في الميه سماها بالحركه البرونيه، اللي هي الحركه العشوائيه دي. صعب الكلام ده. والراجل ده قال لك فسر حركه حبوب اللقاح في الميه، فسرها ازاي؟ قال لك لو انا عندي جزيئات ماده كبيره نسبيا. كبيرة إيه؟ نسبيا، لأن حجم حبة اللقاح أو جزيئات حبوب اللقاح بالنسبة لجزيئات المية مين أكبر؟ هو بالنقاط. يعني حبوب اللقاح دي مادة صلبة، والمادة الصلبة جزيئاتها أكبر. خلاص؟ يبقى أنا لو عندي مادة كبيرة شوية، خلاص؟ زي حبة لقاح، ماشي؟ قال لك المادة اللي هي حجمها كبير دي جزيئاتها هتصطدم بجزيئات السائل أو جزيئات المائع عموما. خلاص؟ نتيجة للتصادم بين جزيئات المادة اللي هي كبيرة نسبيا دي وجزيئات المائع، نتيجة للتصادم ده هيتسبب في حركة الجزيئات دي حركة عشوائية. زي مثلا لو عندي شوية تراب في الهواء، حجم حبيبات التراب دي بالنسبة لحجم جزيئات الهواء
اكبر صح؟ ايوه. طيب التراب لما يجي يتحرك في الهواء هل بيتحرك في اتجاه معين ولا التراب ده بيتحرك لا. في كل الاتجاهات؟ لا. اسمها حركه برونيه، دي اسمها حركه برونيه. خلاص، يبقى التراب ده هيصطدم بجزيئات الهواء، نتيجه للتصادم ما بينهم هيتحرك التراب ده في كل الاتجاهات. خلاص، صعبه القصه دي؟ لا. طيب اقريها كده رؤى عشان نفهم اكتر. تمام. صعوبة تكسير قطعة قطع لا، من الصخور. اقري تصادم اهو. دي الحركة البرونية. اه، ما بتتكلم هنا اهو. تصادم. تمام. التصادم بين جزيئات المائع اللي هو السائل أو الغاز والجزيئات الكبيرة نسبيا يعني لو حاجه الموجودة جوه المائع في ده، كوب اللقاء. ثواني بس، لو حاجه جوه المائع ده واكبر منه في الحجم وجزيئاته كبيره شويه، زي ايه؟ زي قلنا حبه لقاح او زي شويه تراب، ايه اللي يحصل؟ هتصطدم اسمها ايه دي؟ تصطدم بجزيئات المائع آه. وهتتسبب في حركتها بشكل عشوائي. عشوائيه في جميع الاتجاهات. ايه معنى الحركه البرونيه يا عبوده؟ قال لك هي الحركه العشوائيه في جميع الاتجاهات للجزيئات الكبيره نسبيا المعلقه في مائع، لا. اتحركت حركه عشوائيه نتيجه لايه؟ التصادم الصدام. المستمر مع جزيئات المائع. اهو ده الشكل اهو. في تصادم بيسبب حركه عشوائيه. عندك 3 اسئله المفروض تجاوبوهم من غير ما تبصوا على الاجابه. السؤال الاول عبد الرحمن، ليه صعب عليك ان انت تكسر قطعه من الصخور؟ لأن هتتكلم على لأن التماسك والمسافات. الجزيئات متماسكة جدا، لان دي حاله صلبه. والمسافات البينيه. أو صغيرة جدا. جميل. طب ليه يا رؤى ان انت سهل ان انت تدوبي ملح الطعام في الماء؟ عشان قوة التجاذب بين الجسيمات بتكون ضعيفة نسبيا. ضعيفه نسبيا. وكمان م. المسافات ايه؟ كبيرة نسبيا برضه. الملح ده بيختفي في المسافات البينيه دي. يبقى تاني، لان المسافات كبيره نسبيا وقوه التماسك ضعيفه نسبيا. طيب ليه بقى سهل دخان الشمعة ده ينتشر في الهواء؟ ليه يا عبود؟ آه، لأن قوة التجاذب بين الجسيمات، هواء. الهواء ضعيف جدا، حلو. والمسافات. والمسافات البينية كبيرة جدا. سهل ولا صعب الدرس؟ صح. حلو صح؟ آه. ماشي. في حاجة صعبة طيب في اللي احنا قلناه؟ عبد الرحمن، في حاجة صعبة؟ لا. كلام جميل يعني. طيب خلاص. يبقى هنا قال لك هو بيفسر ايه؟ خصائص وسلوك المادة. حلو. دي الخاصية وده السلوك المترتب عليه. وبرضه دي الخاصية وده السلوك المترتب عليه. خلاص، يبقى هو مديك الخاصية والسلوك. خلاص. قوى التجاذب احنا قلنا ايه؟ هنا قوية وضعيفة، ضعيفة جدا. طب ايه اللي بيترتب على التجاذب؟ قال لك ان ليها شكل ثابت بسبب قوة التجاذب. نخش على الخاصية اللي بعدها. الخاصية اللي بعدها ايه؟ المسافات البينية. طب المسافات البينية دي هي اللي بتحدد مين؟ هي اللي بتحدد حجم المادة. المسافات في الحالة الصلبة مالها يا عبودة؟ صغيرة جدا. عشان كده حجمها آه، حجمها ثابت. ثابت. والحجم ليه علاقة بالانضغاط صح؟ وغير قابلة اه. للانضغاط. طالما انضغاط. ثابت يبقى غير قابل للانضغاط. طيب. تمام. وقلنا الشكل ليه علاقة بالانسياب صح؟ يبقى انا لو قلت لك صح. يا عبد الرحمن، مين اللي بيفسر شكل المادة وقابليتها للانسياب؟ المسافات البينية. لا، الشكل وقابلية الانسياب اللي بيفسره هو التجاذب. صغيرة. طب مين اللي بيفسر الحجم والقابلية للانضغاط؟ آه، المسافة. المسافة البينية. طب مين اللي بيفسر سرعة انتشار المادة؟ آه، حركة الجسيمات. هو ربط كل حاجة بحاجة. خلاص؟ تمام. طيب نتكلم بقى في حركة الجسيمات. هو الكلام الجدول ده عدناه أصلا. حركة الجسيمات في الحالة الصلبة قلنا عليها إيه؟ تهتز في. تهتز في موضوع. حلو، عشان كده انتشارها، سريع، بطيء. انتشار خلالها بطيء. طيب السائل
تحرك الجسيمات ايه؟ ضعيف نسبيا. هي نسبيه، الحركه حره نسبيه، عشان كده الانتشار خلالها متوسط. طب جسيمات الغاز تتحرك حركه عشوائيه. تحرك بعشوائية. عشوائيه تماما، عشان كده الانتشار فيها يكون ايه؟ سريع طيب جدا. ركز بقى في الحاله الاخيره دي، الحاله الاخيره دي، ودي اخر حاجه في الدرس. انتوا عارفين ان الماده لها ثلاث حالات صح؟ اه. صح يا رب، ايوه. صلبه وسائله وغازيه. قالوا لنا بقى ان في حاله رابعه للماده، حاله البلازما. طب ايه حاله البلازما دي؟ البلازما دي خدوا بالكم مش بلازما الدم، لا دي حاله، حالات الماده. خلاص. طب ايه هي حاله البلازما؟ قال لك لو انا عندي غاز، الغاز ده سخنته، تم تسخين الغاز ده لدرجه توصل لالاف الدرجات او ملايين الدرجات. يعني لو عندي غاز، اي غاز بقى، هيدروجين نيتروجين اي غاز، اتعرض لدرجه حراره توصل مثلا ل 10000 درجه، آلاف الدرجات أو مليون درجة مئوية. قال لك الغاز ده هيتحول لحالة اسمها بلازما. جزيئات الغاز ده هتتأين، هيدخل غاز أهو. جزيئات الغاز اهي. وقال لك كل جزيء من دول هيتحول لأيونات، هيتحول لأيونات موجبة وحواليها إلكترونات سالبة. تاني، يقول لك ايه اللي يحصل لو جزيئات الغاز اتعرضت لدرجة حرارة توصل لآلاف الدرجات أو ملايين الدرجات. ايه اللي يحصل؟ جزيئات الغاز دي كل جزيء ده هيتأين، هيتحول لأيونات، هيتحول لأيونات موجبة حواليه إلكترونات سالبة. حواليه إلكترونات أي إيه؟ هو أي غاز، مش المفروض الغازات، أي غاز ولا غازات معينة؟ أي غاز، أي غاز لو تعرض لدرجة حرارة رهيبة جدا كده مليون درجة مئوية، الغاز ده مش هيفضل في حالة غازية، هيتحول لأيونات على طول، أيونات موجبة وإلكترونات سالبة. هيتفكك، يبقى جزيئات الغاز آه. هتتفكك لأيونات، هتتأين، هيحصل لها عملية إيه؟ تأين. خلاص. تمام. يبقى الغاز في حاله متأينه او في صوره ايونات، الغاز ده في صوره ايونات اسمها بلازما. اسمها ايه؟ طب واحد يقول لي ده ممكن بلازما. يحصل اصلا في الطبيعه، ان الغاز يتعرض لمليون درجه مئويه او الاف الدرجات؟ ده ممكن يحصل ده يا رؤى؟ هي ممكن تحصل، بس ممكن في براكين او حاجه زي كده. لا البراكين مش غاز يا رؤى. هو البراكين فوسفور غاز منصهر. اللي فوسفور للبركان. منصهر. او ممكن الغاز اللي طالع منها يعني يتعرض لدرجه حراره عاليه، بس مش للدرجه دي، مش لالاف الدرجات. تحصل بس في النجوم، لان الشمس عشان تديني الضوء والحراره، قال لك الشمس ده عباره عن جسم غازي كبير، جسم ضخم عباره عن غازات، عباره عن غازين، اللي هم غازين ايه؟ الهيدروجين والهيليوم. خلاص. الغازين دول متعرضين لدرجه حراره حوالي مليون درجه مئويه، حراره الشمس، او اكتر كمان 10 مليون درجه. حلو. نتيجه بقى تمام. لان الغازات دي بتتعرض لدرجه حراره هائله رهيبه جدا، فبتتحول الى ايونات. يلا بدأ كده، حاله البلازما معناها ايه؟ الحاله الرابعه الحالة الرابعة للمادة والتي تكون فيها الغازات على هيئة خليط من الأيونات الموجبة، موجبة الشحنة والإلكترونات حرة سالبة. حلو، يبقى عباره عن ايونات موجبه وحواليها الكترونات سالبه. طيب. طب البلازما دي ليها مميزات؟ قال لك ان هي ليها قدره توصيلاتها الكهربيه مرتفعه. زي ما انت عارف ان الماده الصلبه توصيلها الكهربائي يعني بيتغير حسب نوع الماده. يعني لو عندك ماده صلبه مثلا كان فلزيه زي الحديد، يبقى جيد التوصيل الكهربائي، ليها توصيليه مرتفعه. صح. قال لك الغاز ده لو اتحول لايونات، يبقى قدرته على توصيل التيار الكهربائي هتبقى عاليه، له توصيل كهربي مرتفع. زي كده الفلزات، يبقى شبه الفلزات، توصيل الكهرباء مرتفع. طيب موجود فين يا رؤى؟ ثلاث حالات، اقريهم كده يا رؤى. المادة في الفضاء الخارجي توجد في حالة البلازما، كما اه في الشمس والنجوم والصديم الكوني ماشي. والبرق البرق. والشفق القطبي. الشفق القطبي اللي هي الأورورا دي. خلاص. ظاهرة الأورورا
اللي انت بتشوفها، تسمع عن ظاهرة الأورورا دي؟ ظاهرة الأورورا دي ظاهرة بتتشاف في القطبين الشمالي والجنوبي. حلو. طول السنة لو بصيت كده هتلاقي عبارة عن ألوان كتيرة في السماء. خلاص، الألوان دي عبارة عن إيه؟ دي عبارة عن غاز بس في حالة بلازما. خلاص. طيب، طب أنا ممكن أحول الغاز ده لبلازما؟ قال لك آه. هل لازم أنا أعرضه لدرجة حرارة عالية؟ قال لك مش شرط. ممكن تعرضه لتيار كهربي عالي، لتيار كهربي زي فيلم تكييف. حالة البلازما دي بيستخدموها في التكييف. ايه اللي بيحصل؟ الهواء بيخش جوه التكييف. جوه التكييف في مجال كهربي، في تيار كهربي، فبيحول جزيئات الهواء ده لايه؟ لايونات. هيحوله الى أيونات. ايونات موجبه والكترونات سالبه. خلاص. طيب الهواء ده وهو داخل التكييف، مش الهواء ده فيه فيروسات وجراثيم وتراب وعفاره وحاجات كده؟ لما الغاز ده يتفكك لايونات، بتنفصل بقى عنه جزيئات الملوثات، ملوثات الهواء دي بتنفصل عن الايونات دي. يعني هو الغاز ده مليان بالجراثيم والايه والاتربه والكلام ده. لما يتفك ويتأيد بايونات موجبه والكترونات سالبه، خلاص، بتنفصل عنه ايه؟ جزيئات الايه الفيروسات والايه والملوثات دي. يطلع لك بقى الهواء من التكييف هواء نقي بدون اي ملوثات. يبقى الفكره تاني يا حبايبي ايه؟ تمرر الغازات خلال مجال كهربي عالي بيحول ذراتها الى ايونات موجبه والكترونات سالبه. ايونات الغاز دي بتفكك جزيئات الملوثات الضاره اللي هي مين؟ ملوثات الهواء الضاره والجراثيم، مما يجعل الهواء اكثر نقاء. نقاء. طيب يبقى مين يقول لي ازاي الهواء ده بينقي او ازاي التكييف بينقي الهواء؟ رؤى، ازاي تمام. بينقي الهواء؟ بيخش الغاز موجود في الجو ده. بيمر بكهرباء طبعا جوه التكييف ده مجال كهربي فيه تيار كهربي، فيتحول جزيئات الهواء ذرات لايون. أيونات. ايونات أيوة. اقل من الذرات، الايون ده اقل من الذرات. ايونات موجبه مم. وايونات سالبه. لا، طب نتيجه تفكك جزيئات الغاز دي وتحويلها لايونات، ايه اللي يحصل؟ هتنفصل عنه. دي ملوثات هواء الضارة زي الجراثيم والفيروسات، وبيصبح الهواء أكتر نقاء. يبقى الهواء اللي طالع ده بلازما بقى، يبقى في شكل بلازما ايونات. خلاص، بس انفصل عنها ايه؟ انفصل عنها الملوثات. الملوثات دي هتبقى جوه التكييف. مم. خلاص. خلص كده تمام. الدرس. هحل سؤالين ثلاثه واشوف الناس هتقول ايه. يلا بينا يا حاج عبد الرحمن. تختزن جسيمات المادة طاقة وضع جميل. بسبب. بسبب قوة التجاذب جدع. الموجود بينهم. جدع يلا. يبقى الوضع ده بسبب قوة التجاذب. قول يا رب. يكون لجسيمات الغاز طاقة، دي طاقة حركة، حلو. عشان بسبب حركتها في جميع حركة. حركتها في ايه؟ دي ما قلناش في وسط الكلام. حركة في خطوط مستقيمة، هو قالها كده في الدرس. يعني الجسيمات دي بتتحرك في خطوط مستقيمة في جميع الاتجاهات. خلاص، موجودة كده ايه ملحوظة صغيرة في النص. انا هبعت لكم لينك تاني. تمام.